بتخاف من اللعيبه، وانا قلت الكلام ده قبل كده وبقوله النهارده، ووضحت قوي لما جيت تغير عدي الدباغ ورفض. اسمع كده بقيت كلام كابتن رضا عبد العال، يلا بينا. انت بتخاف من اللعيبه، وانا قلت الكلام ده قبل كده وبقوله النهارده، ووضحت قوي لما جيت تغير عدي الدباغ ورفض. وبعد كده عايز تيجي على بزيره، يعني عايز تيجي على بزيره اللي انت اصلا مستقصده، واخد بالك، وعايز تطلعه. ما لقيتش حد، قلت له طلع شكوبانزا اللي كان السبب النهارده في القلق اللي هم خايفين منه اكتر من اي حد في الملعب، لان كل تحولاته وكل كراته بياخدها وبيروح وبيكسب مساحه، هو اللي عامل لك ضربه الجزاء. انت اللي ما عدلتش، انت السبب في الهزيمه النهارده، انت ومجلس الاداره، مجلس الاداره اللي ملوش صوت ولا اي حاجه. ارض تتسحب مفيش مشكله، ضربات جزاء الماتش اللي فات كنت لازم تعمل. الماتش اللي فات من يوم الماتش اللي فات لغايه النهارده، من يوم السبت اللي فات لغايه النهارده كنت لازم تعمل شكاوي، عشان انت ليك جون اصلا وليك طرد في المباراه ديت، وان كان ليك جون تاني واتحسبت عليك ضربه جزاء، واخد بالك. انما انت نايم في العسل وبتقول ايه ربنا يسهل الجماهير تيجي، ومفيش الكلام ده. انت مالكش اي انياب كمجلس اداره، منكم لله والله العظيم انتوا السبب في اللي بيحصل لنادي الزمالك. في ناس تانية قاوت لو ما تحسب لهمش بيانات وضرب هنا وضرب هنا والدنيا تتقلب ربنا يستر على الدول، ربنا يستر على يوم. الله يكون في عون جماهير الزمالك. قلبي عندكم والله العظيم، والله العظيم قلبي كان هيقف. يعني ما صدقنا مباراة على ملعبنا وجبنا اول 3 4 دقايق ضربة جزاء ودخلت. انت فين يا عم معتمد؟ قلت لك ما تجاملش، ربنا اسمه العدل. انت عارف انت لو عدلت النهارده وربنا كنت تكسب، وربنا كنت تكسب. لعب احمد ربيع جنب محمد شحاته قدامهم ادم كيد، اقسم بالله كنت هتكسر الدنيا، اقسم بالله. انما انت ما بتعدلش، فعشان كده ربنا اداك. و, انا مش عايز اقول حاجه عشان ما تتحسبش علينا. انت بتدير ايه بالظبط؟ انت التشكيل نازل فاتح نص ملعب، فرقه هناك ما شفناش الكلام ده النهارده لولا ستر ربنا اقسم بالله انت تخسر هنا 3 و4. قلنا لك العب على التحولات، تقوم جاي يطلع شكوبانزا. انت بتخاف من اللعيبه، وانا قلت الكلام ده قبل كده وبقوله النهارده، ووضحت قوي لما جيت تغير عدي الدباغ ورفض. وبعد كده عايز تيجي